اهلا بيك في ايه. اهلا بيك، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. قولي ايه احساسك في وجودك في حدث زي ده النهارده؟ والله سعيد بيه. انا كنت موجود في اول دوره وكنت متنبئ لها بالنجاح، كانت عجباني الفكره جدا. وانا الحقيقه بحب افكار عمرو منسي، يعني بحب الافكار اللي بيعملها كلها. من اول ما كان بيعمل السكواش والايفنتس دي كانت ناجحه جدا، فبشوف ان هو اي ايفنت بيمسكه بيبقى ناجح. فده ايفنت مهم وبيفيد الصناعه او بيفيد الاقتصاد، وبيقول للشباب اللي عندهم مشاريع ان انتوا موجودين وان انتوا ناجحين وان احنا واخدين بالنا منكم وفي سبوت عليكم، وبيساهم في الدعايه ليهم. فانا شايفه ايفنت مهم جدا جدا. مظبوط. طب شايف ازاي الحدث في الاول كان مختلف عن الحدث ده في ايه؟ والله انا لسه ما شفتش بقى، انا لسه داخل النهارده ما شفتش الزياده، ما جيتش الدوره اللي فاتت، بس زي ما قلت لك جيت في اول دوره. فانا شايف ان طالما هو بقى في ثالث دوره، اصبح ده في حد ذاته نجاح. الاستمراريه في حد ذاتها تعتبر نجاح، فكون هم لو ما كانوش ناجحين ما كانش كملوا. فانا شايف بالعكس، يعني شايف ان الموضوع كل مره بيكبر اكتر، زي المهرجانات السينمائيه، بتبقى اول دوره غير ثاني دوره غير ثالث دوره. فيا رب يبقى في ايفنتس بالهبل زي دي، لان دي كل ايفنت موجود في ده بيفيد مصر، يعني بيفيد البلد كلها. انك تقولي للناس كلها ان في ايفنتس موجوده وقائمه، يبقى دي بلد امنه وبلد ناجحه وبلد مستقره وبلد عندها اعمال وعندها اقتصاد وعندها مشاريع. يعني قصدي ده بيعمل ايه زي وهج كده للصناعه دي. لو حضرتك هتدي نصيحة واحدة لرواد الأعمال في مجال الدراما والسينما هتقول لهم إيه؟ والله بصي، الفن بالذات مفيش فيه رواد. يعني مش قصدي مفيش فيه رواد، قصدي ان ممكن حد بيعمل عمل واحد يبقى اول عمل واخر عمل ليه، ويبقى من انجح الاعمال اللي عملها في حياته. فالفن كل عمل بيعتبر في حد ذاته، وكل حتى الناس القديمه جدا اللي لما بتيجي تعمل اعمال بعد مثلا الفيلم ال20 ليها، هو بيعتبره اكنه لسه بيبدا وبيعتبر نفسه من الايه ودايما يقولوا كده ان كل ما المبدع بيبقى عنده الباشن بتاع بدايه الاعمال الاولى بتاعته، كل ما بيفضل ناجح ومستمر. اول ما بيفقد ده فاحنا السينما تحديدا لا تنطبق عليها النجاح والفشل زي المشاريع، لان كمان في اعمال في السينما مثلا بتشتغل بتسقط في اول ما بتنزل سينما، وبتنجح على مدار يعني مع الاستمراريه ومع السنين. والعكس، في افلام بتنزل تنجح جدا 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 وما بتتنسي وما حدش بيتفرج عليها بعد كده. فاحنا في مجال السينما مجال حساس شويه، ومجال لا يقارن باي مجال تاني. طبعا ليه رواده وليه صناعه وليه اول ناس ابتدت فيه. احنا مثلا كشركه افلام النصر دي انا ثالث جيل فيها، فانا اول من ابتدى في عيلتي في السينما كان جدي حسن رمزي سنه حاجه و40، مرورا بوالدي ومرورا بيا ان شاء الله ابني بقى. طب كل جيل بيقدم بقى فنه الخاص اللي مختلف عن الجيل اللي قبله، وذوقه الخاص والفاشن بتاعه الخاص. يعني ما فيش حد بيقارن بالتاني في الصناعه دي. شكرا قوي لوقت حضرتك، ويا رب تستمتع معانا النهارده. اشكرك.